السلام عليكم. أهلا بيكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. مازال العرض مستمر من الرز الشعير في السوق، وده بيؤدي إلى هدوء في أسعار الرز الشعير. وصل سعر الرز الشعير العريض وصل للمضرب ل15,800 جنيه، وسعر الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب ل14,800 جنيه. سعر الرز على أرضه بيقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل وهامش ربح التاجر. سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، 23,800 جنيه. وسعر الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة أعلى جودة، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، 22,600 جنيه. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض بتتوقف على أسعار ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز وأسعار الرز الأبيض. كسر من 3 ل5%، بتزيد في السعر من 200 ل300 جنيه. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون من 1300 جنيه ل1500 جنيه. سعر الكونة من 10,400 جنيه ل10,600 جنيه. كسر الرز الناعم من 12,300 ل12,500 جنيه للطن. أسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 12,000 جنيه للطن، وسعر الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 12,000 جنيه للطن، وسعر الذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 10,800 جنيه للطن. وسعر فول الصويا 44% بروتين 24,000 جنيه للطن، و46% بروتين 25,000 جنيه للطن. وسعر الذرة المحلي الأصفر من 11,400 جنيه ل11,600 جنيه تنفيذ لدى التجار اليوم. وسعر الذرة المحلي الأبيض من 10,600 جنيه ل10,800 جنيه للطن تنفيذ لدى التجار اليوم. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الإرداب ب155 كيلو من 4,000 جنيه ل4,400 جنيه للإرداب، ومتوسط سعر طن الفول البلدي الخام من 25,800 ل27,000 جنيه. أما عن أسعار الفول البلدي الصحيح المفروش سورتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو 32,000 جنيه للطن، والفول البلدي الأسترالي 29,000 جنيه للطن، والإنجليزي 28,000 جنيه، والمجروش الأسترالي 32,000 جنيه، والمجروش الليتواني 28,000 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.